الزمالك على بعد ساعات ان شاء الله من مواجهه مهمه جدا ليه في الكونفدراليه ضد دريمز الغاني، المواجهه اللي بينتظرها الكل، لان بالتاكيد النتيجه بتاعت 0-0 مباراه الذهاب صعبت مباراه العوده قدام خصم. الحقيقه انا بشوفه خصم متواضع، خصم مش بقوه ان هو يطلع الزمالك ان شاء الله لا قدر الله يعني من الكونفدراليه، وان شاء الله ان شاء الله الزمالك يعدي ويوصل للفاينل بامان. حتى لو الزمالك كان بيلعب في استاد القاهره في غياب لعيبه مش متأيده افريقيا او لعيبه كانت مصابه زي زيزو وفتوح وعمر جابر، هم اعمده في الفريق، كان الطبيعي مقياسا بسير المباراه ان الزمالك يطلع كسبان. لكن الجيم كله زي ما اتكلمنا في فيديو قبل كده كان في مشاكل ما بين جوميز، ما بين باد لك رهيب للفرقه، ما بين قرارات فرديه في بعض الاوقات خلت الزمالك يطلع متعادل في الماتش ده. الزمالك هيلعب مع فريق لما اتفرجت لهم على ماتشاتهم الملعب اللي بيلعبوا عليه هو بابا يارا ده، او مش ملعبهم. الملعب مش وحش على فكره، ان شاء الله ما يتمليش للاخر. الاهم من كده بالنسبه للزمالك في المباراه دي واصعب تحدي للزمالك تحديدا هو الحر. الجو هيبقى هناك الساعه 4 الظهر وال4 العصر، وده هيبقى رطوبه وحر، ودي اصعب حاجه. ولازم جوزيه جوميز ولاعيبه الزمالك، ودي نقطة كويسة إن هم راحوا بدري اتمرنوا 3 4 أيام هناك، لازم يكونوا عارفين إن تقسيم المجهود، إن الزمالك مش محتاج من أول دقيقة يطار يجري ورا النتيجة. الزمالك بيلعب على فرصتين، التعادل بأي نتيجة إيجابية تخليه يصعد أو المكسب ان شاء الله. فالزمالك لازم يبقى هادي، يمتص حماس الفريق ده، لان كمان الفريق ده كله عيال شباب 19 20 سنه، ما فيهمش غير جون انطوي 31 سنه، والمهاجم التاني ده عنده بواتنج ده عنده 26 27 سنه، غير كده الباقي كله 19. حتى عبد العزيز عيسى الراجل الجامد بتاعهم ده. وبالمناسبه انا يعني بشوف ان الزمالك لازم يتابع اللعيب ده كويس بالسيزون اللي عمله وبالمباراه بتاعت بكره، وما يقيمش اللعيب ده على مباراتين الذهاب والعوده بس. هو لعيب كويس على فكره، لعيب بلاي ميكر وبيلعب جناح ناحيه اليمين، فده لعيب يستحق المتابعه من الزمالك لو هو بيفكر يجيب لعيب افريقي صغير في السن، لان مليون في الميه بالشغل اللي عامله عبد العزيز عيسى في البطوله هيبقى محط انظار الكل. يعني عايز اتكلم في كذا نقطه معاكم فيما يتعلق بماتش الزمالك ودريمز الغاني. اول نقطه ان دريمز الغاني في مباراه الذهاب الفريق ده بيهاجم بخمس لعيبه دايما بعرض الملعب، دايما محور لعبه بيكون عبد العزيز عيسى في القلب لما بينزل يستلم بين الخطوط في ظهر نص ملعب الخصم، وفي نفس الوقت جون انطوي اللي بيتحرك بعرض الملعب زي ما هو عايز. جون انطوي بيتحرك واخد اريحيه كبيره جدا لانه بيلعبهم عبد العزيز عيسى وجون انطوي. جون انطوي بيحاول يستلم، يبقى هو المحطه وهو اللي يوزع اللعب في الحاله الهجوميه، يستلم وبعدين يبدا يقرر بقى هروح على طرف من اطراف الملعب، لا هقطم لجوه، هستنى العرضيه. لكن عبد العزيز عيسى هو اهم لعيب بالنسبه لهم، لانه اول منفذ ليهم اول ما يستلموا الكوره، وبيشوط من بعيد جدا، بيشوط من اي حته. عبد العزيز عيسى ده كان جايب جون اعتقد في الفرقه بتاعت ريفرز يونايتد لوب كده من نص الملعب. عبد العزيز عيسى ده لعيبه الزمالك لازم تعمل له بلوك، ما يشوطش تماما لانه بيشوط كتير. والولد اللي اسمه سيمبا اللي نزل الشوط الثاني في ماتش الذهاب برده بيشوط من بره، عندهم 3 4 لعيبه اول ما بيستلموا الكوره ويبصوا طق بيحط وش رجله ويشوط. فده اول جزء هيبقى مسؤوليه كبيره لنص ملعب الزمالك ان هم ما يسمحش للعيبه دريمز ان هي تشوط من بره. دريمز في مباراه الذهاب ضغط من قدام كتير، واكتر من مباراه اليوم في افريقيا بيضغطوا من قدام كتير. تلاقي الاثنين فراوده بيضغطوا على الاثنين سنتر باكس، وبعدين لعيب من النص اللي هو عبد العزيز عيسى ده او واحد تالت بيطلع يضغط على محور الارتكاز. يعني لو دونجا في الملعب هتلاقي الراجل ده في ظهر دونجا عايز يطلع يضغط ياخد الكره من دونجا، فعلى دونجا لو لعب وعلى محور الارتكاز لو محمد شحاته لعب ان هم يخلي بالهم من النقطه دي. وانا بشوف ان الزمالك عنده سلاح مهم جدا جدا لازم يستخدمه، واحد من سلاحين مهمين. السلاح الاول هو سيف الجزيري. سيف الجزيري اتلعبت عليه في مباراة الذهاب أربع خمس كور بالطول من حمزة المسلوسي أو من حسام عبد المجيد أو من دونجا بالطول في ظهر الديفنس. الديفنس بتاعهم عمره ما بيقف على خط واحد، دايما هتلاقي إيه مشاكل تك 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 تك. فالزمالك بيتحرك كويس جدا سواء على اليمين أو على الشمال أو حتى في القلب. وإحنا لسه شايفين حتى مباراة الدوري بتاعت الأهلي والزمالك وإزاي سيف الجزيري كان بيقطع في ظهر الديفنس طول الوقت. سيف مميز جدا في دي، وحمزه المسلوسي بيلعبها له كويس جدا. المهم ان لما سيف يتطرف في طرف من اطراف الملعب ويستلم الكوره، الطبيعي اللي يحصل ان اول ما سيف يستلم على طرف من الاطراف الجناح العكسي يضم، والراجل اللي بيلعب بلاي ميكر لو افترضنا مثلا ان احمد حمدي يكمل لجوه عشان ياخد الكره العرضيه بتاعه سيف. ويا ريت لو تتلعب له بالطول على طول في ظهر الديفنس وسيف يبدا يروح. سيف عمل شوط اول ممتاز قدام دريمز، والشوط الثاني على صعيد التحركات كان مثالي، لكن الفينش مفيش خالص. يعني غالبا كل تركيزه في الفينش كان في مباراه الاهلي، جه في مباراه دريمز اتنين في الستة ياردة في حلقه الجون طلع ركب الكوره حطها فوق. فسيف الجزيري انا بشوف حل مهم جدا طبعا مع عوده فتوح عمر جابر وزيزو، هتبقى عوده قويه للزمالك بالثلاث لعيبه دول تحديدا يعني. والنقطه الاهم كمان والنقطه اللي انا عايز اتكلم فيها يا جماعه الضربات الثابته. كل كورنر على فرقه دريمز في مباراه الذهاب شكل خطوره. حمزه المسلوسي في الشوط الاول، حسام عبد المجيد، سيف الجزيري، الكورتين كور ابراهيم انداي كورتين في الشوط الثاني، الكوره اللي اتكعبلت الخزعبليه دي كورتين ورا بعض كلهم من كورنرز.
حتى الفاولات زيزو هيرجع مع الزمالك لو زيزو بدأ الجيم، وده اعتقد هيبدأ. كل عرضيات زيزو، هم عندهم مشكلة في الدفاع ان هم بيقفوا كلهم عند الستة ياردة ويسيبوا لعيب او اتنين قدام ثلاثة او اربعة، اللي هم لعيبة الزمالك بتيجي تجري من، عارف لعيبة الزمالك لما بتعمل القطر ده، او تبدأ اتنين يتحركوا، واحد على البعيدة على القريبة واتنين يقطعوا في العمق. حسام عبد المجيد، حمزه المسلوسي، لازم يتلعب الكورنر على راسهم، لان الاثنين دول تحديدا هيكونوا عامل مهم جدا للزمالك. نفس الكلام ينطبق على دونجا، لان دونجا كان بيقطع على القريبه طول الوقت. قطع الدونجا على القريبه قدر قبل كده يساعد في جوان كتير جدا للزمالك. فلازم الزمالك يا يزحلق الكوره على البعيده، او هو اللي يقطع على القريبه ويحط الكوره في الجون على طول. انا بشوف ان الكورنرز هتشكل خطوره كبيره ان شاء الله للزمالك، الكورنرز والفاولات على مرمى دريمز. واستقبلوا على فكره من ريفرز يونايتد في ملعبهم، هم استقبلوا 4 اهداف في ملعبهم في غانا، فهم فريق تقدر الزمالك يسجل فيه. الفكره كلها بس ان جوزيه جوميز يكون موفق في اختيار التشكيل، في اختيار طريقه اللعب، امتى ههاجم امتى هدافع. ودي النقطه الاهم. اعتقد ان الزمالك بقليل من التركيز. وفي نقطه مهمه، ان لعيبه الزمالك تبقى مصدقه وموقنه وفاهمه وعارفه ان هي في مباراه صعبه جدا، مفصليه بالنسبه لهم في الموسم. لان مش طبيعي ابدا ان الزمالك يطلع من سيمي فاينل الكونفدراليه قدام دريمز. لا، الزمالك الطبيعي انه يكسب دريمز هناك ويصعد للفاينل، ويشوف بقى القصه بتاعت شباب بلوزداد، الاتحاد العاصمه انا اسف، ونهضه بركان هيلعب مع مين في الاخر ان شاء الله في الفاينل. فالمهم يعني ان الزمالك يركز جدا جدا جدا، ولاعيبته تبقى عارفه ومتحمله مسؤوليه الموسم، ومتحمله ان هم ضيعوا فوز كان المفروض يخلص بجون او اتنين او تلاته الحقيقه في مباراه القاهره. فان شاء الله يعوضوه باذن الله في مباراه العوده مع فريق دريمز الغاني في غانا. اشوفكم على خير ان شاء الله، ونلتقي بعد الماتش باذن الله.